ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ حلقه النهارده جايين نكمل فيها سلسله الحلقات اللي بنعملها وان احنا بنتكلم على ترانسفيرز احتمال كبير تحصل ولكن لسه ما حصلتش، بحيث ان احنا نقول فيها راينا وانتوا تشاركوني رايكم تحت في الكومنتات، ولو الصفقه تم اعلانها بقى رسميا تبقوا عرفتوا رايي وانا عرفت رايكم بدون اي انحيازات. والنهارده احنا جايين نتكلم على صفقتين بس لنادي واحد، برشلونه. كل الناس دلوقتي بتتكلم على ان برشلونه هيجيب نيكو ويليامز او اولمو. كان طلع شويه كلام في الاول ان برشلونه هيحاول يجيب الاثنين، ولكن الموضوع صعب وهحكي لكم ليه كمان شويه. فواضح كده ان احنا لازم نختار ما بين واحد من الاثنين، وواضح جدا ان برشلونه ميال اكتر لنيكو ويليامز، ولكن لو ما عرفش يخلص الصفقه هيروح لاولمو. فايه رايي في الموضوع ده؟ انا بفضل مين لبرشلونه؟ مين عنده فرصه اكبر ان هو يتالق مع الفريق؟ كل الكلام ده هو موضوعنا النهارده. بس ما تنساش النهارده اليوم ال 23 في تحدي ال 100 يوم، التحدي اللي كل يوم فيه بننزل فيديو على اليوتيوب ونشوف بعد نهايه المده اللي هي ال 100 يوم وصلنا لكام مشترك على القناه. وزي ما احنا متعودين افكار الفيديوهات دي دايما انتوا بتقولوها لي تحت في الكومنتات، وانا باخد الافكار دي وانفذ بيها حلقات. في حلقه النهارده كانت فكره حد منكم، عمر حجازي، كان كتب لي كومنت قدامكم حالا على الشاشه، كاتبه بالانجلش ولكن ترجمته يعني اعمل فيديو اتكلم فيه هل صفقه نيكو ويليامز هتنجح او تفشل مع برشلونه. اعتقد هنا هو قصده ان الصفقه هتتم اصلا ولا لا، ولكن انا من الفكره دي حبيت اطورها شويه واتكلم معاكم حتى لو الصفقه دي حصلت فعلا هل هتنجح ولا لا، وهل انا بفضل الصفقه دي ولا اداني اولمو زي ما قلت لكم. بس عشان تحدي ال 100 يوم يا جماعه يا ريت تنزلوا دلوقتي حالا تعملوا لايك، الحاجات دي فعلا بتساعد، وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم حلقات اول باول، وتنزلوا تحت في الكومنتات وتقولوا لي افكار لفيديوهات جايه تحبوا تشوفوها. تمام يلا بينا. زي ما قلت لكم في اول حلقه برشلونه كان في نيته ان هو يجيب داني اولمو ونيك ويليامز، ومين يقدر يغلطه لو النادي فعلا يقدر يعمل الكلام ده وهيجمع الاثنين دول مع لامين يامال عشان يعمل الثلاثي الناري اللي نجح بشكل كبير جدا في اليورو. بكل تاكيد هيبقى كلام جميل جدا عشان ينافس الجالاكتيكوس اللي جاي له في ريال مدريد ده، ولكن الحقيقه بتبقى اصعب من كده. واضح ان هم بيلاقوا صعوبه كبيره جدا عشان يجيبوا واحد من الصفقتين بسبب ان هم كانوا متوقعين عدد كبير من اللعيبه يمشي ولكن لسه ما حسمش مشيانه. يعني بيقولوا ان سيرجيو روبرتو ماشي من النادي بس ماشي ببلاش، مجرد ان هو هتخلص من راتبه لكن مش هيدخل لك دخل قوي منه. نفس الكلام برده جوندوجان، كان في كلام كده اتسرب للاعلام ان هم هيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يبيعوا له السعوديه ولا حاجه يكسبوا منه شويه فلوس، ولكن حتى الان ما حصلش الكلام ده. داست ولانجلي كمان ما حدش برده بيجي لهم اي عروض. ماركوس الونسو احتمال كبير جدا يمشي، ولو مشي هيمشي ببلاش. انسو فاتي اللي برده مستنيين له عرض بس ما بيجيلوش اي حاجه، والحاجات اللي بتجيله تبقى اعاره، فالنادي مش بيدخل له دخل قوي من اللعيبه بيخلص منها، فمش هيقدر ان هو يروح يدفع 60 مليون يورو في كل واحد فيهم. اذا لازم نختار. باين جدا ان برشلونه ميال اكتر لنيكو ويليامز باماره ان هو كل ده مركز معاه، رغم ان داني اولمو هيموت ويروح وراد بول لايبزيج موافق، لكن حتى الان مفيش حاجه بتحصل قوي في صفقه داني اولمو عشان الكل مركز مع نيكو ويليامز. طب ايه اللي معطل صفقه نيكو ويليامز؟ طبعا احنا محدش فينا هيقدر يعرف بالظبط، ولكن من الكلام اللي بيتقال في الاعلام الاسباني ان واضح كده المقربين لنيكو ويليامز سواء اهله او صحابه بينصحوه ان هو يقعد سنه كمان مع اتلتيكو بالباو. يعني تالق بشكل كبير جدا في الموسم اللي فات، تالق بشكل اكبر في اليورو، بقى لعيب نوعا ما داخل في ناحيه السوبر ستار. اقعد سنه كمان، النادي بينافس على التوب فور السنه اللي جايه، بينافس على اليوروبا ليج لو عرفت تعمل معاهم انجاز، ومين عالم ممكن تروح البريمير ليج براتب خيالي، راتب عمرك ما هتاخده في برشلونه. ده الكلام اللي بيتقال، لو طلع غلط انا ماليش دعوه، الكلام اللي بيتقال في الصحف. فرغم ان نيكو ويليامز في الاول كان متحمس جدا لفكره برشلونه، واضح ان اللي حواليه بداوا يلعبوا في دماغه شويه، وده شيء طبيعي. احيانا بنحس ان لعيبه كره القدم دول روبوتس، هو قال في اول الصيف ان هو عايز يروح برشلونه اذا مستحيل يغير رايه، لكن الحقيقه غير كده. واحيانا الناس بتبص لفلوس، فمثلا حد يجي يقول له يا عم ما حدش فينا بيقول لك تروح مثلا الدوري السعودي ولا الدوري الصيني ولا الدوري الامريكي، بس كمل سنه كمان وممكن يجي لك عرض اجمد بكتير جدا من البريمير ليج، الدوري اللي اصلا عليه مشاهدات اكبر بكتير جدا من الدوري الاسباني، وخصوصا ان هو كمان لسه صغير قوي. يعني هو لسه من 3 اسابيع بس تمم 22 سنه، فلسه قدامه كارير حلو. يعني على الجانب الثاني داني اولمو هو لا هيموت ويروح برشلونه، وراد بول لايبزيج قال يا عم معاك 60 مليون يورو خلص في داني اولمو على طول، واحنا موافقين واللاعب موافق وبرشلونه كمان موافق، بس هم عارفين هو لو خدوا طريق داني اولمو انسى نيكو ويليامز ده خالص بقى. هم لسه بيحاولوا يقنعوا نيكو ويليامز او يشوفوا على الاقل قراره النهائي هيكون فين، لان واضح برده من اللي بيتقال ان اللاعب نفسه ما حسمش موقفه، فبرشلونه مستني. طب يا عمر انت من خلال قرايتك حكيت لنا كده الدنيا ماشيه ازاي حاليا، طب من وجهه نظرك بقى مين الانفع لبرشلونه، مين الافيد لبرشلونه، نيكو ويليامز ولا داني اولمو؟ بصراحه يا جماعه انا مايل اكتر لنيكو ويليامز. تعال نبص لها على كذا جانب. اولا الجانب اللي انا ما بحبوش جانب الارقام الصرف. السنه اللي فاتت مثلا نيكو ويليامز لعب 37 ماتش في كل البطولات مع اتلتيكو بالباو، كل البطولات دي اقصد بيها الدوري والكاس. في 37 ماتش قدر ان هو يجيب 8 تجوان و19 اسيست، خلص في الدوري خامس مع النادي وتاهلوا لليوروبا ليج السنه اللي جايه. لما بصيت اكتر بقى على المساهمات التهديفيه اللي هو بيعملها دي ونبص كده هو عمل ايه بقى قدام فرق التوب فور، التوب فور دول اللي هم خلصوا التوب فور السنه اللي فاتت، ريال مدريد، برشلونه، جيرونا، اتلتيكو مدريد. هنشوف مع كل الفرق دي في الماتشين اللي هيلعبهم في الدوري ما عملش حاجه
غير ان هو جاب جونين في اتلتيكو مدريد، الباقي كله تقريبا ما جاش. بس هل ده معناه ان هو عنده مشكله مثلا في الماتشات الكبيره لما بيتحط عليه ضغط مثلا ما بيلعبش كويس؟ لو دققت اكتر واكتر هتشوف مثلا ان هو في ماتشين من بتوع برشلونه وريال مدريد ما لعبش فيهم لانه كان مصاب. ولو بصيت على اللي هو عمله الصيف ده في اليورو هتشوف ان هو بكل تاكيد ما عندوش اي نوع من انواع الرهبه في الماتشات الكبيره. يعني كان سبب اساسي جدا ان اسبانيا تكسب فيها اكبر بطوله في اوروبا. في نفس الوقت برضو في دور ال 16 جاب جون واسيست قدام جورجيا، وفي الفاينل جاب جون قدام انجلترا. ده غير ماتش ايطاليا في دور المجموعات اللي انا بشوف من وجهه نظري احلى ماتش نيكو ويليامز لعبه في حياته. غالبا مش بتفرج عليه كتير في الدوري الاسباني عشان مبقاش كداب، بس من اي ماتش شفته ليه ده احلى ماتش هو لعب. دي لورينزو اتمرمط الماتش ده. فلعيب بالمواصفات دي سنه صغير برضو مش لازم نبص على حاجه زي ما هي. يعني مش لازم نبص ده في الموسم كله جاب 8 تجوان عمل 19 اسيست، هو واضح كده ان هو بيعمل اسيست اكتر من جوان، فهل ده هينفعنا ولا لا؟ لا احنا عايزين حد هداف والكلام ده. لان لما يكون عندك لاعب عنده 22 سنه بس ويكون عندك مدرب زي هانز فليك عنده خبره كبيره جدا في التعامل مع اللعيبه الشباب، اذا انت ليه بتفترض ان نيكو ويليامز حاليا بمستواه الحالي هو اللي هيجي لك برشلونه؟ ليه ما تقولش ان هو ممكن يتطور؟ يعني مثلا لو متضايق من عدد الاهداف اللي هو جايبه، شايف ان 8 تجوان قليل شويه وبرشلونه محتاجين لاعب هداف، طب ليه ما تقولش ان هو ممكن هانز فليك يساعده في الحكايه دي ويقدر ان هو مثلا يزود المعدل بتاعه ويبقى بيجيب على الاقل 15 جون في الموسم؟ فبسنه الصغير بالتالنت اللي انا شفتها في اليورو بفرجتي بعيني انا حتى بالارقام انا شايف ان نيكو ويليامز الصفقه الافضل. طب ده معناها يا عمر ان مع داني اولمو بقى الارقام بتاعته اوحش؟ اقول لك بصراحه من ناحيه الارقام هي اوحش. يعني في الدوري الالماني اللي يعتبر اقل من الدوري الاسباني كمستوى، في 25 ماتش قدر ان هو يجيب 8 تجوان زي نيكو ويليامز بالظبط، ولكن 5 اسيستات بس، مش معدل احسن حاجه يعني. ده غير كمان ان في مشكله كبيره جدا في موضوع داني اولمو ده، يعني داني اولمو نفسه ما لعبش مع اسبانيا غير لما بيدري اتصاب. فلما بيدري يرجع من الاصابه ويبقى موجود مع برشلونه، داني اولمو هيقعد على الدكه ولا هتخترع له مكان جديد زي ما جت عليك فتره كده قررت انت تلعب رافينيا ناحيه الشمال ايام لما كان ديمبلي موجود وبعد كده تقعد تشتم في رافينيا ان هو مستواه وحش؟ المشكله في موضوع داني اولمو ده بالذات ان انت لو ظروف النادي ما كانتش وحشه كنت قلت لك لعيب ما يتفوتش، وبيدري احيانا بتصاب احيانا بيبقى موجود في الملعب، حلو ان انت يبقى عندك سكواد ديبث، وحتى لو اولمو قاعد على الدكه اكيد هيجي له ماتشات وهيبقى اساسي فيها. ولكن برشلونه هل هو حمل انه يدفع 60 مليون يورو في لعيب هيقعد على الدكه معظم الوقت طول ما بيدري مش مصاب؟ هتقول لي يا عمر ما بيدري بيتصاب كتير، اقول لك ماشي، بس لو متصابش لو رجع وكمل الموسم وبيلعب اساسي معاك هتعمل ايه ساعتها؟ هتقعد بيدري هو على الدكه؟ مش منطقيه خالص من الناحيه الماليه بتاعت الفريق. في حين نيكو ويليامز رغم ان انا شايفه التالنت الاكبر الا ان هو بيلعب ناحيه الشمال، ناحيه انت بتفتقدها بشكل كبير. هيبقى عندك كده 2 وينجرز سوبر ستارز دلوقتي العالم كله بيتكلم عنهم، لامين يامال ونيكو ويليامز. في نفس الوقت برضو واضح جدا ان العلاقه ما بينهم علاقه كويسه، واضح ان هم اصحاب بأمارة كميه التيك توكس اللي كانوا عاملين يعملوها في المعسكر. فعشان كده انا مايل اكتر لصفقه ويليامز. طب يا عمر هل في اي سبب ممكن يخليك تروح مع اولمو لو انت واحد اداري موجود في برشلونه؟ اقول لك بصراحه رغم ان انا مقتنع ان نيكو ويليامز الصفقه الافضل، لو حسيت ان ويليامز عمال يشتري ويبيع في النادي، وانا هنا بتكلم على برشلونه، وداني اولمو في الناحيه الثانيه هيموت ويجي وعنده الاصرار ان هو عايز ينجح مع الفريق، ولقيت ان هانز فليك بيقول لي انا ما اعرفش بقى، بس لو افترضنا انا جوه النادي كلمت مع هانز فليك ولقيت ان هو بيقول لي ان هو هيعرف يستفيد من اولمو في الفريق، ممكن ده يخليني فعلا اروح واجيب اولمو بدل نيكو ويليامز. لان كمان قلقان شويه من نيكو ويليامز في حته ان هو ممكن يكون لعيب بيتدلع شويه، مش عارف درجه الالتزام بتاعته شكلها عامل ازاي. في نفس الوقت برضو انا عايز واحد يجي يتالق على طول، انا عايز حد يجي يشيل معايا الفرقه، احنا مش فريق جاهز وكله نجوم وتعالى بقى واحنا هنزود مستواك براحتنا. اديك شايف ريال مدريد شكله مرعب ازاي، فانا جايبك ودافع فيك المبلغ ده كله اللي غالبا هتداين بيه اساسا عشان تتالق من اول لحظه. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل في الاخر، هل فعلا النادي هيعرف يقنع ويليامز ولا هيقرر في الاخر ان هو يروح مع اولمو ولا هيفكس الاثنين ويروح يجيب حد تاني خالص. بس انا زي ما قلت لكم من بره انا مقتنع ان ويليامز الصفقه الافضل، ولكن مهتم جدا اعرف رايكم انتوا تحت في الكومنتات، بالذات الناس اللي بتشجع برشلونه وبتتفرج على برشلونه كل اسبوع. شايفين مين فيهم مفيد اكتر؟ عارف ان انت بكل تاكيد نفسك ان الاثنين يجوا، بس لو لازم تختار بتفضل مين اكتر من التاني؟ نوصل هنا لنهايه الحلقه، ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، تقول لي في الكومنتات افكار لفيديوهات تحب تشوفها الفتره اللي جايه، وتقول لي رايك في فيديو النهارده. يلا سلام.